اهلا بكم. مفيش اي قراءه للملعب وسوء اداره غريب، قراءه كارثيه لمستر اوسيريو في ماتش الزمالك والشباب بعد فوز الزمالك برباعيه نظيفه على الاتحاد المنستيري. سبحان الله، خساره اهم ماتش في المجموعه وماتش التاهل يتحملها اوسيريو بنسبه تفوق ال 100% كمان. احب اقول لك الزمالك يحتاج للانتصار في اخر ماتش يوم الخميس، الجوله الثالثه امام النصر الساعه 6 مساء، يحتاج للانتصار، وخصوصا بعد انتصار النصر على الاتحاد المنستيري 4-1. النصر في الصداره 4 بونت، لازم الزمالك يوصل للبونت رقم 6 للتاهل. 4 بونت لا تكفي على الاطلاق، وخصوصا ان خلاص الشباب فرق المواجهات المباشره هو اساسا وصل لل4 بونت وعنده ماتش مع المنستيري خلاص راح لل7 بونت. عموما احب اقول لك باختصار شديد للغايه، اولا حكم اللقاء ما يعرفش ب 2 جنيه كوره. قانون لمسه اليد طبيعي لازما وحتميا المسافه بين اللاعب. سبحان الله، 2 لعيبه لازقين في بعض وكوره خبطت في جنب لاعب وردت في لاعب بيلف بايده، سبحان الله، حاجه في منتهى الغرابه، مش ضربه جزاء على الاطلاق. الحاجه الثانيه، اوسيريو سبحان الله مدرب الشباب ساب لك الملعب خالص، ساب لك الاستحواذ الشوط الثاني، اعمل ببدالك واعمل اللي تقدر تعمله يا عم. عمل ايه؟ عجز الفرقه، قرر انه يعجز الفرقه ويشيل راس الحربه بدل ما ينزل راس حربه زي ناصر منسي او يسيب الجزيري يكمل الماتش. سبحان الله، انت ما عندكش غيرهم، الكواليتي بتاعك ضعيف وصفر، ما عندكش غيرهم، لازم تلعب براس حربه. قررت تعمل كده فبالتالي عجزت احمد السيد زيزو في دوره الهجومي. مش كده كمان وبس، لا ده انت سبت شيكابالا اللي ما يقدرش يلعب 35 دقيقه لعبته 90 دقيقه كامله، وده يبان ليك في الكره اللي عدى بيها شيكابالا ومثل انه ياخد ضربه جزاء. هو خلاص تفكيره واقف عند هنا. شيكابالا خلاص كبر في السن، ما يقدرش يلعب ال 90 دقيقه كامله، احنا بننزله تلت ساعه، ربع ساعه، نص ساعه على الاكثر من وجهه نظري. عموما احب اقول لك كمان ان الزمالك الكواليتي بتاعه ضعيف للغايه دلوقتي، ودي حاجه هتبقى فيها مشكله كبيره بكره وبعده، هنحس بيها الموسم الجاي بخلاف البطوله العربيه. تقول لي ازاي؟ هقول لك من الاخر قولا واحدا، لو اداره الزمالك فضلت على الوضع ده ومفيش صفقات، الزمالك حرفيا هيفنش الموسم الجاي مع الاسماعيلي في منطقه الهبوط.